لو ولادك جعانين تعملي ايه؟ لازم تتصرفي ومفيش غير رغيفين عيش بس. هقولك على وصفة بجد هتبهرك من رغيفين عيش بس، مش هتخطر على بالك يا قمر. كل اللي عليكي انك هتجيبي رغيفين العيش وهتقطعيهم تقطيع صغيرة بالمنظر اللي انت شايفاه ده في قلب الطبق. عايزة اقولك الاكلة هتبهرك جدا. كلنا نصلي على رسول الله في الكومنتات واكتبوا لي بتتابعوني منين، بحب اقرا تعليقاتكم الجميلة. عايزة اقول لكم الاكلة دي من الزمن الجميل بتاع زمان. لو ما فيش اي حاجة في البيت غير الرغيفين العيش دول هتعملي احلى اكلة. بعد ما قطعت بقى العيش وبقى جاهز معايا هنا على النار كوباية من المية بتغلي، وضفت فوق كوباية المية نص كوباية من العسل الأسود. تمام كده، العسل الأسمر العسل الأسود. وهنقلب العسل كويس جدا في قلب المية حتى الغليان، وأول ما يغلو هنجيب العيش اللي احنا قطعناه وحضرناه مع بعض كده، وهنضيف العيش في قلب العسل والمية. عايزه اقول لك الوصفه دي تحفه من ايام الزمن الجميل. الستات الشاطره العسل هي اللي هتعرف اسم الاكله دي ايه. هنقلب بقى المكونات بتاعتنا كده في قلب بعضها، ونسيب العيش يغلي كويس جدا في قلب المكونات. وفي الوقت ده انا لقيت القوام بتاعها خفيف كده معايا، فانا حسيتها انها محتاجه عيش كمان. فانا كنت قطعت كده رغيفين عيش وضفت هنا كمان نص رغيف، يعني استخدمت رغيفين ونص من العيش. تمام كده، وهنقلبهم كويس جدا. كل ده على النار، طبعا النار تكون وسط. تمام، حتى لغاية ما تلاقي الكمية قلت كده والقوام تقل معاكي كده ومسك نفسه، تبتدي ان انت تطفي عليها النار. هي تاخد على النار حوالي دقيقتين 3، يعني مش اكتر من كده. بالطريقة اللي انت شايفاها دي ابتديت ان انا اقلبها. مش شرط تعمليها في طاسة تيفال زي ما انا عاملة كده، ممكن تعمليها في حلة مش هتقول لا برضو. ما شاء الله تشربت كده، بقت جاهزة معانا. أحلى وصفة بجد تحفة. طفينا النار، وفي الوقت ده هنعمل إيه؟ كلنا نصلي على رسول الله في الكومنتات. هنغرف بقى مع بعض الوصفة بتاعتنا التحفة دي، هتدفيكي كده وهتشبعك. هتجيبي كده معلقة من السمنة، تمام، أي سمنة موجودة عندك، سمنة زبدة، وهتغرفي فوقيها بقى وهي سخنة كده بقى. السمنة هتفك كده من السخونية بتاعة الوصفة اللي عملناها. بجد تحفة. هتاكليها كده لو انت سقعانة هتدفيكي. يعني الأكلة دي حلوة قوي في الشتاء وجوع الشتاء، للولاد بيبقوا جعانين بالليل في السهرة، هتتدفي وهتشبعي. بجد تحفة، جربيها هتعجبك قوي. طعمها جميل جميل جدا جدا، جربيها. الأكلة دي تقريبا اسمها السخينة تقريبا يعني. فالناس اللي عارفاه اسمها تكتب لي في الكومنتات الأكلة دي اسمها ايه عندكم. بجد جميلة جدا جدا. بصوا عجبت ولادي جدا جدا، تحفة. ما شاء الله، جربوها وما تنسوش اللايك. باي باي.